جات لي هديه من دكتور شبراوي، يلا بينا نفتحها مع بعض. بس قبل ما نفتح الهديه او الاوردر، حابه اقول لكم قصه الهديه دي علشان لو بعد كده جالكوا اوردر من دكتور شبراوي او جالكوا هديه تعرفوا هي هيبقى موجود جواها ايه. فدي تجربتي وانا حابه ان انا افتحه معاكم. بس قبل ما افتحه لازم اقول لكم حكايه الاوردر ده. ان انا من حوالي 5 شهور تقريبا او اكتر اشتريت كريم منكا، وكان النوع الاحمر، ما كانش النوع اللي هو بجوز الهند الابيض ده. ولما اشتريته حصلت معايا حاجة سيئة جدا جدا جدا، حتى انا عملت عنها فيديو. حصل ان انا شعري لقيته كله اتملى امل، ولقيته بينزل قشرة سودا كده غريبة الوصف، انا اول مرة اشوفها. وحقيقي انا ما جاليش غير بعد ما استخدمت المنتج ده. معرفش بقى الغلط وقتها كان فين. هل في الكريم نفسه؟ الكريم كان بايظ منتهي الصلاحية، بس ما اعتقدش انه كان منتهي الصلاحية، اكيد كانت في حاجة غلط فيه. المهم ان انا كنت زعلت وكنت متضايقة جدا جدا جدا، لان الموضوع كان محرج جدا. وحقيقي كنت بتضايق. تخيلوا تبقوا قاعدين في مكان كده وتلاقوا نفسكم على فجأة عمالين تهرشوا في راسكم. فالموضوع صعب صعب جدا، ومش اي حد اصلا يقدر ان هو يتحمله ولا يستحمل الاحراج ده. المهم ان انا بعد ما عملت ريفيو لقيتهم داخلين يكلموني وبيقولوا لي دكتور نورهان، احنا داخلين وشفنا الريفيو بتاعك وحابين ان احنا نبعت لك الهديه بتاعتنا وعايزين يستفسروا مني. دخلوا لي من اكونتين. اول اكونت كان اكونت عادي، فكرته بصراحه سوري يعني نصبايا. فقلت لها اللي داخله تكلمني دي او اللي داخل يكلمني، قلت لهم قولوا لي ايه اللي يثبت انكم الشركه الاساسيه. فما لقيتش حد رد، فقلت اتس اوكي دي نصبايا يعني. بعد كده دخل بقى الاكونت العام اللي هو بتاع دكتور شبراوي يكلموني، وقلت لهم، وبعد مفاوضات كتير هم قالوا لي قولي اسم الصيدليه وكده، بس قلت لهم الوقت عدى عليه وقت طويل، وتقريبا البنت اللي ادتني الكريم اصلا مش هتفتكر اساسا ان هي ادتني اصلا الكريم ده. وانا برضو مش عايزه اعمل مشاكل ليهم كده، وقلت لهم يا جماعه لو انتوا عايزين تدوني الهديه قصاد ان انا اقول لكم على اسم الصيدليه وكده، انا مش هقول على الاسم وخلاص ما تدونيش الهديه. وقلت لهم ان البنت اصلا مش هتفتكرني، وقلت لهم عادي اتس اوكي يعني. فلقيتهم بيقولوا لي احنا عايزين منك العنوان علشان نبعت لك الهديه بتاعتنا. قلت لهم اتس اوكي مفيش مشكله. المهم ان انا طبعا فكرت مع نفسي كتير، لقيت ان انا عندي ايام في الكليه اجازه. ففكرت فقلت لهم يسلموه لواحده زميلتي قدام مكتبه الكليه بتاعت كليه العلوم بتاعتي. وهم فعلا عرفوا العنوان وراحوا هناك. وللاسف لما نزلوا في يوم اجازه، يوم ما كنتش في الكليه فيه. وده اللي انا عملت حساب ليه علشان عبال ما يجوا وانا البس من بيتي واروح الكليه، بيني وبين الكليه حوالي ساعه وعشان الاقي مواصلات اصلا. فقلت لهم اتس اوكي، فخدوا الاوردر وودوه لصاحبتي اللي هي في المكتبه دي. ودلوقتي يلا بينا نفتحها مع بعض. بس قبل ما نفتحها حابه بس اوريكم يعني، عشان ده بصراحه اول اوردر يجيلي في حياتي. فانا طبعا دريت الارقام عشان لو فيها ضرر ولا حاجه، وكاتبين عليها اهوت من بره دكتور نورهان، وكاتبين عنوان الشركه بتاعتهم. وده طبعا كان العنوان اللي انا بعت عليه. انا طبعا دريته لان دي من خصوصيات الواحد. وطبعا كاتبين اهو ان الاوردر بدون قيمه، ما خدوش اي فلوس من البنت اللي اخدت منهم الاوردر علشان هو هديه. يلا بينا بقى نفتحه مع بعض عشان هموت وافتحه يا جماعه معاكم. طبعا العلبة مغلفة بالكامل. طبعا اللزق مكتوب عليه دكتور شبراوي. واو، كل دي حاجات للشعر. هنشوف بقى دلوقتي هما جابوا ايه. طبعا دول علبتين كريم، نفتحهم مع بعض كده. طبعا جايبين كريم مينك اللي هو هير واكس بالعسل والارجان، يعني مرطب، طالما في ارجان يبقى مرطب. طبعا ده واحد زيه، مش محتاجه ان انا افكه هو كمان. العلبه السمرا دي او ماي جاد شكلها حلوه قوي بجد. مغلفينها تغليفه يا جماعه اقسم بالله ما ليها حل، ومتغلفه من جوه كمان. طبعا شامبو مينك، انا اول مره اعرف ان مينك تبع شبراوي. ده طبعا شامبو بالعسل وزيت جنين القمح وزيت الارجان، جامده قوي اهو. ترى جابوا ايه تاني؟
طبعا نوع شامبو تاني، بس ده شكله نوع تاني بالثوم تقريبا، في اي حاجه بيضه كده بتبان ان هي بالثوم. برضو شكله حلو قوي، مغلفينه تغليفه يا جماعه، يعني حاجه كده اللي هي ما لقيتش احسن من القطر بصراحه افتح بيه. اهو ده بالعسل وزيت جنين القمح وزيت الارجان. ايه ده، هما شبه بعض ولا ايه؟ شامبو. ده شامبو وده بلسم يا جماعه، انا مفكراه شامبو والله. ده شامبو وده بلسم. العلبتين شبه بعض، فهي دي مكتوب عليها من هنا بلسم اهو، مش عارفه انتوا هتشوفوها ولا ايه. وده شامبو، بس حلوين قوي يعني. انا قررت ان انا هجربهم، وبعد ما اجربهم هبقى اعمل ريفيو عليهم. وده ايه ده من شكله كده، حاسه ان هو حمام كريم عشان كبير قوي. زي ما توقعت، حمام كريم بالعسل وزيت جنين القمح وزيت الارجان. يعني حاسه يعني نفس اللون ده. هما باعتين يعني مجموعه متكامله يساعد على حمايه الشعر من التقصف، بس شكله حلو كبير قوي بصراحه. نيجي بقى لاخر حاجه، ده كريم تاني ابيض كده، معرفش هو صعب قوي في الفتح. مكتوب عليه اهو كريم مغذي للشعر بزيت المنك لشعر اقوى ولامع. يعني هما باعتين بلسم وباعتين شامبو وباعتين نوعين كريم، يعني حقيقي هدية والله حلوة قوي. انا اتفقت ان انا هجرب الحاجات دي عشان هما يعني حسيتهم متضايقين او زعلانين، وفي ناس قعدت تقول لي انت بتتبلي عليهم. حقيقي والله انا حتى الناس اللي عارفيني من هنا، انا فاتحه القناه بقالي حوالي سنه، انا والله مش بتبلى على حد، انا بقول تجربتي مع كل منتج. حتى انا اخر فيديو كنت عملته تقريبا عملت عن منتج ساعد ان ضوافري تطول وان ايدي تبقى انعم، فانا مش بتبلى على حد، انا ما عليا الا انا بنقل تجربتي وما على الرسول الا البلاغ. طبعا دي كل المنتجات اللي هم بعتوها اهي، حوالي 6 علب. ان شاء الله هجربهم وهبقى اعمل عنهم ريفيو، ولو حصلت لي المشكله تاني هبقى اقول ما حصلتش، هقول برضو يمكن العلبة التانية كانت مضروبة او منتهية الصلاحية. وحابة اشكرهم بجد على ذوقهم، انهم قدروا واتكلموا وناقشوا المشكلة بكل احترام وادب، محدش فيهم تخطى حدوده معايا، وبعتولي الهدية دي علشان اجربها، وهدية مقبولة. ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير، وان شاء الله ده مش اخر اوردر افتحه معاكم، ان شاء الله لو جالي اوردرات تانية هبقى افتحها معاكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب علشان تشوفوا فيديوهاتنا الجايه. سلام.